الكلام اللي قلتولك خمر في مخك يا جيهان. ايوه يا بابا، بس اللي حضرتك قلته ده لا انا ولا نصيبي لينا ذنب فيه. الله يجازيك يا نريمان، قالت نقرب منها ونخويها ونفسحها ونعمل لها اللي هي عايزاه، لكن برضك مفيش فايده فيكي. حضرتك هتظلم ماما ليه دلوقتي؟ وبعدين بقى ان الله مع الصابرين اذا صبر. بالظبط كده. عموما يا بابا، رغم ان احنا ملناش ذنب اللي ما بين حضرتك وما بين انكل محسن، بس انا هسمع كلامك لاني حاسه بيك كويس قوي. يا سلام، صحيح انت بنت حلال يا جيهان. يا سلام يا ولاد، عمر الدم ما يبقى ميه. يا بابا يا حبيبي انا حته منك. طب انت عارف بقى اللي هتأمرني بيه كله انا هنفذه. طيب انت عارفه بقى، انا وممتلكاتي ورجالتي كلنا تحت امري. بس في شرط، ما تغصبش عليا اتجوز من حد. تعرف يا بابا البني ادم لما بيتظلم بيحس بايه؟ ايوه يا بنتي عارف، واني خلاص من دلوقتي واثق فيكي. بقول لك ايه، ما تندهي لنا امك. بابا ممكن يعني بعد اذن حضرتك توافق تطلعني رحله اللي عاملاها القريه للشواطئ؟ رحله؟ ها وماله وماله، روح اذا ما انت عايز. طيب اذا كان كده بقى يبقى ايدك على 50 جنيه. 50 جنيه عينيا، دي 10 20. اقول لك خد ادي 100 جنيه اهم. يا حبيبي يا بابا. يا سلام، شفت يا نريمان البت مبسوطة ومستريحة وهي معانا. تقصد ايه بالكلام ده بقى يا هيدي؟ هيدي يا موي، وحشني الدلع ده من زمان. مش فاهمة، تقصد ايه يعني؟ قصدي يعني نرجع المية المجاريها. عشان بنتك بس؟ لا، ده أنا من طول عمري بموت فيكي. خلاص يا هيدي، موافقة نرجع المية لمجاريها. صحيح، يعني موافقة يا نريمان؟ موافقة بس بشرط تدفع لي مهر كبير. من جنيه لمليون جنيه؟ لا، أنا مهري أكبر بكتير. طول عمرك طماعة بنت رستم باشا. شفت بقى إني قيمتي قليلة عندك قد إيه؟ لا، أنا بضحك معاكي وبس. أأمري، شوف أنت عايزة إيه. هتقدر يا هريدي؟ أباي، إمبراطورية هريدي بذات نفسها تحت أمرك. خلاص، ترجع لي حق اللي لهفوا مني الأراجوز اللي أنا كنت متجوزاه. زغلول زغاليدس، هتمضي يا زغاليدس على وصولات الأمانة والمعمل بتاع نريمان والحاجات اللي أخدتها منها بالأوانط ولا لا؟ خلص نفسك يا زغاليدش، احسن ما حدش هيعرف لك سكه. خلص، ما انتش قد الكبير. موتوني، اذبحوني، لكن مش هتاخدوا فلوسي. بقى كده؟ ايوه كده و60 كده. قال يا معضمة. يا كبير، هات السيف يا عاد. بلاش يا كبير. مش ليك يا ابو مخ تخين. امال لمين؟ زغاليدس. انا بحسب. وريله السيف اللي هيقطع رقبته. اقطع يا كبير؟ لا، قلت ايه يا زغاليدس؟ هتمضي ولا مش هتمضي؟ فين الورق اللي انتوا عايزين تمضوا عليه؟ امضيلكوا على اللي انتوا عاوزينه، وبعدين ايه احنا اللي بنجيب الفلوس يعني. كده بقيت عاقل. امضي يا زغاليدس. جيهان، انت عرفت ازاي ان انا هنا يا نصيبي؟ اللي يسأل ما يتوهش. المهم انت عامله ايه؟ انت وحشتني قوي. وانت كمان وحشتني قوي. امال بتهربي مني ليه يا جيهان؟ ما انا فهمتك في التليفون. بصراحه بقى انا مش هقدر اطعم بابا في مشاعره اكتر من كده. كفايه اللي سببته له لما هربت من البيت. طب وليه نتحمل عداوه ما الناس ذنب فيها؟ خليل، انا وعدت بابا، وبصراحه بقى من غير موافقته مش هننفع لا نتجوز ولا حتى نتقابل. يا
انت اتغيرت قوي يا جيهان. ايه مبسوطة بقى يا نونة؟ اديني رجعت لك المعمل وكل فلوسك اللي اتاخدت مني. الا مبسوطه؟ ده انا مبسوطه جدا يا هريدي. طيب يبقى ننفذ الاتفاق بقى. اتفاق ايه يا حبيبي؟ اتفاق ايه؟ هتضحك عليا؟ انت قصدك الجواز؟ امال هتجرطيني؟ وده معقوله برضه يا هيدي؟ خلاص يبقى نتجوز بكره. بكره ليه؟ نتجوز الليل. وده معقوله نتجوز وانت لسه ما اتجوزتش يا هريدي؟ طيب ما هي اللي رافضه اي عريس. في ايدينا بقى عريس وهي موافقه عليه. اوعى يكون قصدك ابن محسن شرقاوي. يا هريدي يا حبيبي ما تنشفش دماغك، ده هيجيلنا من وراه شغل كتير قوي. مال ده ومال الشغل طيب؟ يا هريدي الولد بقى مشهور وهيجيلنا من وراه مكسب كتير قوي. انا مش عايز اي مكسب من ناحيه الشرقاميه. ده كفايه ان يجي يزورنا هنا ولا في مكتبك. وبعدين الشركات علشان تشتهر بتصرف شيء وشويات على فرق الرياضه دي، واحنا في ايدينا بطل رياضي وببلاش كمان نضيعه من ايدينا يا هريدي. ايوه نضيعه. تعرفي لو هخسر اللي قدامي واللي ورايا مش مهم، المهم ما نسيبش الشرقاميه. خلاص بقى يا حبيبي، وده بقى شرط التاني علشان ارجع لك. ايه يا بنت الاكسلانس بتديني بومبه؟ يا حبيبي انا عندي وعدي وانت بقى اللي رافض. منور يا بطل. اهلا يا كابتن خليل. شرفتنا يا كابتن. منور يا ابو كباتن. شكرا يا جماعه، شكرا. ايوه ما هو كده يبقى الفرق 16,000 جنيه. هتبعتهم يا اكسلانس؟ خلاص وانا هبعت لك البضاعه. مع السلامه. الكابتن خليل عاوز يقابل حضرتك يا فندم. كابتن مين؟ كابتن خليل، اتفضل يا كابتن. السلام عليكم يا هريدي بيه. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طب قول لي اتفضل ولا هتسيبني واقف كده؟ لا اتفضل. قعدت خير. انا مش عارف ابتدي منين، لكن باختصار انا جاي اطلب ايد بنتك جيهان. طبعا هتقول لي انا عايز اهلك. اعتقد ان والدي جه لحضرتك، ولو حضرتك وافقت انا مستعد اجيبه تاني. لا ما تجيبوش، بس يعني لا مؤاخذة يعني تسمح لي، انت بتشتغي ليه؟ انا صحيح دلوقتي ما بشتغلش بسبب الشهرة، لكن عقود الاحتراف هتنزل عليا زي المطر بعد 6 اشهر من بطولة الهواة. ايوه يعني بعد 6 اشهر يعني انا لا مؤاخذة لما حد يسألني جوز بنتك بيشتغي ليه؟ اقول لهم بيضرب وينضرب. وبعدين بقى؟ لا بالهداوة يعني انا بتكلم معاك بالهداوة علشان نتفاهم، مش شغلتك هي الضرب والخناق والشقاوة ولا ايه؟ اعتقد ان حضرتك اخر واحد ممكن تتكلم عن الشقاوة. انا عارف تاريخك كويس. ايه؟ انت جاي لي قصدك ايه؟ انا قصدي نخلي الطبق مستور. انا جاي بأدبي. أدبك ولا من غير أدبك؟ أنت جاي تتحدى عليا في المكتب؟ بقول لك إيه؟ أنا ما عنديش بنات للجواز يا أخوي، وتفضل غور مع ألف سلام. ماشي. طيب وماشي. ماشي. بقول لك إيه أنت يا سكرتير أنت؟ يلي جاي فرحانه تقولي لي الكابتن خليل. لو جاي الكابتن خليل ده ما يدخلش عندي واصي، مفهوم ولا اجي افهمك؟ بنت دي مجنونه، انا زي عود القاصد عايزه تتجوز شجره بلوط. انت هريد عوضين؟ ايوه ليه؟ خير في حاجه؟ اسأل صبيك. مقدمة. هاتوا مقدمة. سامحني يا كبير سامحني. عملت ايه يا طين البرك؟ قول يا انا اللي ظبطناه معاك مطبوخ فين؟
المكان ملك الكبير، المخدرات بتتطبخ في الفيلا بتاعت الكبير، سامحني يا كبير. بيتك يا هريدي. يعني كنت عارف يا هريدي. على العموم النيابة والمدعي الاشتراكي مستنيينك على شوق يا هريدي بيه. اطمن يا بابا، المحامين قالوا لي ان القضيه فيها عقوبه مخففه. ايوه يا بنتي، بس هم تحفظوا على ممتلكاتي واموالي، يعني ما عادش فاضل لك حاجه خالص. انا ما يهمنيش كل الكلام ده، انا اهم حاجه عندي تطلع لنا بالسلام وتبتدي من جديد، بس بشرف. لازم يا بنتي، لازم. انا اخدت درس جامد جامد قوي. قولي لي يا جيهان، نعم يا بابا. هو خليل لسه رايدك؟ بعدين يا بابا نبقى نتكلم في الموضوع ده. لا يا جيهان، انا عايز اطمن عليك. لازم يبقى معاكي راجل يحبك. انا ما عرفتش احبك ولا احميك، لازمك راجل يحميك ويقف جنبك. ما تقولش كده يا بابا، ربنا يخليك ليا يا رب وما يحرمنيش منك ابدا. انا مش مصدقه اللي انا بسمعه ده. بقول لك ايه يا جيهان، انت تخرجي من هنا وتروحي على خليل على طول. قولي له ابويا هريدي موافق وبيبصم بالعشرة كمان، وقولي له خير البر عاجله. بقى انا بنتي تتجوز قرديحي؟ لا اوتيل 5 نجوم ولا نمر ولا عشاء ولا حاجه خالص. ومزعله نفسك قوي كده ليه يا فيفي؟ ما دفعتلهاش ليه يا حبيبتي؟ ما انت على قلبك قد كده. وانت ما دفعتيش ليه؟ مش كفايه الفلوس اللي لهفتيها والشقه اللي خدتيها من دادي؟ بقولك ايه، ما تنرفزنيش. الاختين الحلوين دونا عن سائر الناس برضه هيفضلوا يتخانقوا علشان الفلوس، حتى في الوقت اللي المفروض يفرحوا فيه بجواز بناتهم. حتى في جوازهم جنب بعض. امنت بيك يا رب. حد كان يقول انهم هينجحوا في حياتهم وياخدوا فرصتهم في الحياه؟ الإرادة دايما تنتصر يا محسن. بقى انا بنتي تتجوز قرديحي؟ أم نبيل فين؟ مشغول بيكتب الأستاذ، عنده شغل. نبيل انت خارج؟ الظاهر كده. طب هترجع امتى؟ مش عارف. نبيل أفندم، انت ليه بتعاملني كده؟ انت زي ما تكون اتجوزتني عشان تذلني. نبيل
نبيل ارجوك. انا عاوز افهم انت عايزه ايه بالظبط. احنا ليه بعد ما رجعنا من شهر العسل؟ انت بتسمي يومين في الغردقه ده شهر عسل؟ قول لي نفسك يا نبيل، سايبني وعايش لوحدك في اوضه المكتب وبتعاملني بمنتهى السخريه، ده حتى اذا رديت عليا. انا كده. بس انت عمرك ما كنت كده يا نبيل، انت زي ما تكون بتنتقم مني. فكري زي ما تفكري. طب قول لي بصراحه، انا عملت لك ايه؟ اسالي الست والدتك. اسال ماما؟ يمكن علشان كانت رافضاك. فسريها زي ما انت عايزه تفسريها. الموضوع انتهى يا هانم.